بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وحشتوني يا ولاد كتير 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 من الفيديو اللي فات. بس قبل ما بنبدأ الفيديو مع بعض دايما بنقول بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بتكتبي لي في التعليقات انت بتتابعيني منين، وبتحطي لي اللايك دلوقتي. اللايك ببلاش يا جماعة مش بفلوس. بتحطي لي اللايك دلوقتي وتيجي مع بعض نحوكل مع بعض وناخد ثواب مع بعض. لا حول ولا قوة إلا بالله. اكتبي لي في التعليقات كتير لا حول ولا قوة إلا بالله. وكمان مفيش حد يدخل الفيديو ويطلع منه الا لما يدخل التعليقات ويصلي على اشرف الخلق خاتم المرسلين حبيب الله رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيب الله وعلى لي وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وحشتوني قوي قوي قوي. النهارده انا جايه اوريكم بقى اول روتين ليا في بيت امي المتواضع. بصوا انا عمري ما اتكسف من بيت امي وابويا. البيت ده صغير جدا وعلى قده جدا، بس يربونا فيه احسن تربية. عمرهم ما فكروا يربونا فيه بفلوس مش حلال. كل مليم وكل جنيه كان دايما بابا بياكلنا وبيشربنا وبيعلمنا بيه كان فلوس حلال. الله يرحمه يا رب ويجعله في ميزان حسناته. البيت ده كان دايما يا جماعة كله دفء وكله مودة وكله حب. البيت ده يا جماعة كان طلع الحمد لله عشنا وتربينا احسن تربيه وتعلمنا انا واخواتي احسن تعليم. والحمد لله اللهم لك الحمد. فانا عمري ما اتكسف ابدا من البيت ده. جيت النهارده كده عشان ماما كانت تعبانه شويه، يعني ربنا يديها الصحه ويخلي كل ام يا رب لاولادها يا رب، وما يحرمش اي ولد ولا اي بنت من امهم ابدا، لان هم مصدر الرحمه بالنسبه لنا. النهارده ماما اتصلت بيا في التليفون، كانت تعبانه شويه وقالت لي انا عايزه اروح للدكتور. قلت لها تمام مفيش مشكله. فجيت عشان حجزت لها الدكتور وجايه عشان اخدها واوصلها بالعربيه واجيبها. لقيت الشقه طبعا زي ما انتم شايفين مش مترتبه خالص، فيها غسيل كتير، الدنيا مش متظبطه خالص. طبعا انا سايبه الولدين ولادي الكبار قاعدين معاها عشان ياخدوا بالهم منها ويونسوها، وطبعا يعني يرعوها زي ما هي راعتنا واحنا صغيرين. فانا سايباهم معاها يرعوها طبعا ويخلوا بالهم منها. ابتديت بقى كده. طبعا قعدت اول ما دخلت زعقت لهم جامد وقلت لهم ما ينفعش المنظر ده. قالوا لي احنا على طول بنجيب لها حاجات ليها هي علاج، بنواظب يعني على ان احنا نديها العلاج في ميعاد والكلام ده. بس احنا مش عارفين مش جايبين وقت، لان انا عندي ولد في ثانويه عامه وولد في اولى ثانوي، فده طبعا واقف قدامه في حاجات كتير يعني. جيت كده رحت مشمره كده، قلت ايه روتين على الماشي كده. قلت اصور لكم احلى بيت اتربيت فيه واجمل واول روتين في بيت امي. ان شاء الله هنعمل بعد كده روتينات فيه كتيره وهوريكم فيه كتير انا كنت بعمل ايه. ومفيش اي حد يتكسف ابدا من بيت امه، لان البيت ده هو بيبقى اللي رعانا وربانا وعملنا لنا حاجات كتير حلوه. دخلت الاوضه اللي جوه كده لقيت الاوضه على بعضها. ظبطت السراير. ايوه انا ما غيرتش ملايات، بس ان شاء الله المره الجايه هغير اوضه ملايات. انا كنت لابسه لبس الخروج زي ما انتم شايفين، وكنت حاجزه عند الدكتور وكنت مستنيه اخدها واروح بيها عند الدكتور. بس لما جيت لقيت الدنيا كده قلت لا اقعد بقى ايه نص ساعه كده اظبط الدنيا قبل ما انزل. فمسكت كده الغساله الاوتوماتيك دي محطوطه برده في الاوضه اللي جوه لان المكان ضيق. فاحنا ساعتها لما جبناها حطيناها في الاوضه اللي جوه وعملنا الوصله بتاعتها في الاوضه اللي جوه اللي هي فيها سريرين ودولاب. المفروض ان الاوضه دي كان فيها اوضه نوم ماما وبابا الله يرحمه يعني. بس هو بعد ما توفاه الله يعني ماما قالت لا انا هجيب احسن ايه اوضتي يعني سريرين ودولاب، عشان لو حد من عيلي جم هم وولادهم اللي احنا يعني ولادنا تبقى الدنيا كويسه. الدولاب زي ما انتم شايفين كده انا على طول مطبقه لها ومظبطه لها. اي ما باخد لبس من على الحبل ولا حاجه بطبقه عليه. وبروح طبعا الاقي الحاجه متكركبه بس مش مشكله بعيد عليها تاني يعني. الترابيزه دي قدام المطبخ والحمام كده، ده المفروض ان هي ترابيزه سفره بس الكراسي بتاعتها اتكسرت فاحنا رميناها. خلينا الترابيزه بس بنعمل عليها اي حاجه يعني. هي دايما بتحط عليها العيش وكده. همسحها بقى واظبطها كده. انا كده يعتبر خلصت الاوضه اللي جوه اللي انا وريتها لكم يعني. الاوضه دي بقى ايه الصاله دي هظبطها. همسح بقى اجيب دلوقتي حاجه امسح بيها الترابيزه كده. وهي بتحب تحط على الترابيزه دي العيش يعني في متناول يعني. ده المطبخ المتواضع اللي احنا كنا بنعمل فيه الاكل. يعني لقيت فيه كده حله وطبقين، قلت ايه اغسلهم كده واظبطهم، وكوبايتين كده كان بيعمل لهم فيها ايه ميه بسكر لما بيجي لها هبوط او كده. فانا قلت ايه اظبطهم وازازتين
ازازتين كده عايزين ايه يتملوا. بفكر ان شاء الله باذن الله قريب يعني اجيب لها كولدير، لان هي بصراحه موضوع الازايز ده بيضايقها، ان هي بتحب تغسل الازايز كويس جدا وكده، وبتقوم غصب عنها عشان تغسلها بالميه المغليه والكلام ده. فطبعا كولدير الميه بيغني جامد جدا عن الكلام ده كله. فان شاء الله باذن الله يعني الفتره الجايه دي هجيب لها كولدير. ادعوا لي ربنا يرضيني ويرضيكم ان شاء الله باذن الله، واجيب لها احسن حاجات. يعني ربنا يا دايما يا رب يخليها ويمد في عمرها لغايه ما اجيب لها كل حاجه واعمل لها كل حاجه هي عايزاها ان شاء الله. ويعني ويعينكم ان احنا دايما نبقى بارين بامنا وابونا دايما، لان يا جماعه الناس دي ما بتتعوضش، دول مصدر رحمه بالنسبه لنا. تمام. كده كان في الحله دي برضو تقريبا كانت عامله فيها بطاطا، كانت سلقه فيها بطاطا، قالت كان نفسي فيها حاجه زي كده، والله جيت لقيت البطاطا زي ما هي، بس الحله كانت مش نظيفه. فهظبط الدنيا كده واغسل ايه الحاجه يعني. في ازازه برضو كده، ازازه ميه هغسلها لها واظبطها لها كده حلو. هي بتحب دايما الازايز تبقى مغسوله حلو. عشان كده انا اكتر حاجه ان شاء الله باذن الله افكر فيها الفتره الجايه ان انا اجيب لها كولدير، وولادي يبقى يملوا القاروره من فوق، يعني عشان نظبط لها الدنيا يعني. عشان عايزه في اي وقت اي وقت تشرب ولا حاجه كوبايه، وما بقاش في ازاز وما بقاش في لخمه وما بقاش في اي حاجه مش طبيعيه. بند على ابني عشان ياخدها يحطها في الفريزر. تمام. هبتدي دلوقتي بقى ايه امسح الرخامه اللي قدامي دي اللي هي تحت المطبخ دي. هنبتدي ايه اغسلها الاول كده بالسلك كده كلها، كان عليها خرابيش كده وعليها حاجات. وهبتدي امسحها كلها كده، عليها ازازه زيت حطاها، عليها شويه ملح، شاي، مش عارفه ايه الكلام ده. الببرونه بتاعت بنتي اهي كنت حطاها بغليها عشان خاطر ايه اجهز لها اللبن عشان واحنا رايحين للدكتور تظبط. غسلت لها بقى الحوض كده وظبطت لها الحوض كده حلو. انزل عليه ميه دلوقتي كده. انا شطبت ايه المطبخ وشطبت الاوضه اللي جوه، وبرده الترابيزه اللي هي بتاعه السفره اللي هي دايما بتحط عليها العيش والعلاج بتاعها كده، ظبطته لها وظبطت لها الحاجه يعني الحمد لله اهو. تمام. ودلوقتي هدخل بقى ايه على الاوضه اللي بره وهظبطها لها عشان خلاص المفروض ان ميعاد الدكتور قرب يعني، فانا ايه عايزه انجز. دي بقى الاوضه طبعا كانت متبهدله جامد، ده العلاج بتاعها حطيته في بعضه. الاوضه لا يعني كانت متبهدله وكانت عايزه تتظبط. فانا ان شاء الله هظبطها على طول كده بحيث ان هي ترجع من عند الدكتور. ان شاء الله هوصلها انا اروح وهي ترجع الشقه تبقى نظيفه الى حد ما، لغايه بقى ما نعمل الروتينات الجامده. يلا انا عايزاكم دلوقتي حالا تدوسوا لي على اللايك. اللايك يا ولاد ببلاش مش بفلوس. تمام. تاني حاجه تكتبوا لي في التعليقات انت بتتابعيني منين، وتكتبي لي وتحوقلي معايا عشان نحوقل مع بعض عشان نكسب ثواب مع بعض، ونقول لا حول ولا قوه الا بالله. وكمان نصلي على الرسول حبيب الله، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيب الله وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عايزه عدد المشاهدات يا جماعه بتاع الفيديو يبقى عدد الصلاه على الرسول في التعليقات. تمام كده عشان كلنا ناخد ثواب مع بعض. وطبعا يعني البخيل هو اللي قدامه بيتذكر اسم الرسول وما بيصليش عليه، فصلوا عليه وسلموا تسليما. تمام. كده الكتب دي بتاعت ولادي طبعا ثالثه سنه واولى سنه، وانتوا فاهمين الدنيا اللي انا فيها يعني. ربنا يا رب ينجحهم ويساعدهم يعني ان شاء الله باذن الله، ويحققوا حلمهم وكل اللي بيتمنوه. بدات بقى ايه ارتب الكتب كده مكانها واظبط لها الدنيا كده. تمام. واخلي الدنيا كده ايه نظيفه وزي الفل، ان انا اظبط الكتب فوق بعض كده. لان هم طبعا لما بيجيبوا حاجه من تحت هم اولاد ما بيعرفوش ينظموا الحاجه الى حد ما كويسه يعني. تمام. ده كده جاكيت كان محطوط كده، ومش عارفه عبايه سودا مسكتهم وعلقهم مكانهم واظبطهم. دي بقى كده كانوا حاطين الترابيزه فوق كده عشان كانوا بيكنسوا بالمكنسه. فانا ايه هنزلها دلوقتي، بس ايه اهم حاجه كده اهو هنزلها. هما كانسين الارض ما فيهاش اي حاجه يعني. هرتب بقى الركنه دي خالص اظبطها كده. في مفاجاه جايه ان شاء الله في بيت امي قريب. جوزي قال لها انت نفسك ايه، قالت له انا نفسي في ركنه. فقال لها خلاص عينيا الاتنين ليكي، ارمي الركنه اللي عندك دي وانا هجيب لك ركنه. فيعني ربنا يخليه بجد ويجازيه خير ان هو فرح لي امي. وان شاء الله باذن الله ربنا يعيني على طول ان انا افرحها واخليها احسن واحده واجيب لها كل اللي هي عايزاه انا وانتم ان شاء الله باذن الله. ويخليها لنا يا رب ودايما كده اشوفها راضيه عني وبتدعي لي باذن الله. كده انا يا دوبك ميعاد الدكتور جه، خلصت الروتين بتاع النهارده على الخفاف كده. ان شاء الله نتقابل في روتين جديد تقيل بقى عندي في بيتي وفي بيت امي. طبعا عماله تدعي لي طول ما انا عماله اعمل الفيديو كده، عماله تدعي لي ربنا يخليها ليا يا رب. هقابلكم ان شاء الله في فيديو جديد. حطيت المفرش كده على الترابيزه. يلا.